السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وأسينات. بعد طول انتظار، بعد ما عدينا الحاج صلاح بالسلامة. ألف مليون سلام عليك يا حاج صلاح كده. ألف سلام. وألف صحة وألف عافية عليك يا رب. الحمد لله على السلامة يا حاج صلاح. الله يسلمك. الناس كانت منتظراك برضو بعد ما مريت بالفترة الصعبة اللي انت مريت بيها. الحمد لله. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحاج صلاح النهاردة هيسمعنا بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. هيسمعنا حكاية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحكايته مع اليهود ونقد العهود. سمعنا حاج صلاح اللي انت عايز تقول لنا عليه ان شاء الله كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد في المدينة 5 قبائل من القبائل العربية، فتعاهد معهم على ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وأما ال5 قبائل منهم 2، الأوس والخزرج. والأوس والخزرج دول كانوا من اليمن، ارتحلوا إلى المدينة بعد خراب سد مأرب الذي هو مذكور في القرآن الكريم. وكانت طريقة عبادتهم عبادة الأصنام. وأما ال3 قبائل الأخرى فكانوا من اليهود، بني قنوقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بني قنوقاع دولت كانوا ساكنين مع النبي في المدينة، عليه أفضل الصلاة والسلام. وبنو النضير وبنو قريظة على أميال منه. فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر، بدأت بني قنوقاع تتعالى وتتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالوا: يا محمد، اوعى يغرك انك انت انتصرت على ناس ما عندهاش خبرة في فنون القتال، احنا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ساكت، إلا إن جاءت امرأة من المسلمين تبيع أو تشتري ذهب منه، كانت اليهود تجار ذهب. فقال لها: أكشفي وجهك، فأبت أن تكشف وجهها. فصلت واحد تابع له ربط فتلة في النخلة وسنارة في ثوب المرأة بدون ما تحس. جات المرأة تقعد، انكشفت عورتها. يعني انت مش راضية تورينا وشك؟ لا، احنا شفنا عورتك. يعني ده يسمى تحرش وتهكم بالنبي وبالمسلمين. المرأة لما انكشفت عورتها صرخت. فرحها واحد مسلم اتحر عليها، ضرب اليهودي موته. في السوق ناس يهود ضربوا المسلم موتوه. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. فحكم على بني قنوقاع بخروجهم من المدينة نهائيا. والذكر فيكم ما ينفذش الكلام. خرجت بني قنوقاع من المدينة بشر خير. بعد الجو ما استهادم كده في المدينة وما حولها، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد عليه أفضل مكون الصلاة من والسلام. 70 رجلا إلى مكان اسمه بئر معون. وبئر معونة ده ينسب لواحد اسمه معون، سمي باسمه. وكانت القبيلة دي مشركين، فراحوا ال70 دول يدعوهم إلى الإسلام.
فقام واحد من ال70 قال يا أهل بئر معونة أسلموا تسلموا. بيدعوا بالموعظة الحسنة، لا معاهم سلاح ولا أي حاجة. تخشوا الإسلام ماشي، ما تخشوش براحتكم. طلع واحد من أهل القبيلة بسهم، ضرب الراجل اللي كان بيقول ده بسهم. السهم دخل من مكان خرج من الآخر. الراجل من حلاوة الروح قال فزت ورب الكعبة. الراجل ده ما يقولش فزت ورب الكعبة إلا إن كان شيء شاف شيء يسعده. واحد يقول لك هو لحق يقول فزت ورب الكعبة أو ما فيش زمن. تقول له الزمن إذا نسب إلى الله يبقى ليس فيه زمن، لأن الذي عنده علم من الكتاب جاب عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بدون زمن. فانقضوا أهل البير على ال70 فقتلوه ال70. نفد واحد من ال70 اسمه عمرو ابن أمية الضمري، وهو راجع إلى المدينة وجد رجلين من بني عامر فقتلهم. راح يقص للنبي على القصة ما حدث لأهل البيت وما حصل للرجلين اللي قتله. النبي ركن قضية ال70 دي على جنب لما يجي دور، وبدأ يتجه للاتنين اللي هم انضربوا بطريق الخطأ. الاتنين دول من بني عامر، وبني عامر متحالفين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وبنو النضير متحالفين مع بني عامر. فراح النبي لبني النضير يقول لهم على ما حصل، وبيطلب منهم انهم يساعدوه او يتواصلوا بينه وبين بني عامر في دفع الدية. النبي في الحالة دي بيكلم أحبار اليهود الناس العلماء، قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما استعنت بنا عليه. يبقوا وافقوا في الكلام اهو. النبي خد نفسه ومشى جنب جدار كده، وهم اختلوا بنفسهم قالوا محمد في الحالة اللي هو عليها ديت قتله سهل لنا، نعمله ايه؟ يطلع واحد على السطح يرمي عليه حجرة يريحنا ونستريح منه. وندبوا لذلك واحد اسمه عمرو ابن جحاش، هو اللي هيرمي الحجر على النبي. اي في الحالة ديت النبي ربنا أوحى إليه مشى بعيد عن الجدار، ويعتبر فشل المخطط بتاع الجماعة دول. يعني الحمد لله على انه فشل. فالنبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة لما والسلام. راح للمدينة وبيحكي الخبر للصحابة إن اليهود كانت ناوية تقتله، قام جهز لقتاله. فخد الجيش وراح التف حوالين القبيلة بتاع بني النضير، غاب محاصرهم 6 أيام. فتحصنوا في البيوت والأشجار والنخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء أمر بقطع النخل وحرقه في البوير. قالوا يا محمد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيب من يفعله، فما بالك أنت تفعله وأنت نبي مرسل وعندك قرآن بيحرم الفساد في الأرض. النبي في الحالة ديت ما عندوش رد على السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قطعش النخل ده للفساد في الأرض، قطعه للإهانة له.
فوقف النبي ما عندوش رد على السؤال. قال الله في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللهم صل على النبي الناس وعليك عليه دي الصلاة. اي. هو يبقى ربنا في الحالة دي جعل القطع وعدم القطع بأمر الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يبقى ربنا نسب الحدث ليه؟ يعني يعتبر صوب للنبي الخطأ. طيب قال وليخزي الفاسقين. ايه هو الفسق اولا؟ الفسق هو خروج الشيء عن وعاء الطاعة. كل ما خرج عن وعاء الطاعة يسمى فسق. ومنه فسكة الرطبة. فسكة الرطبة يعني ايه؟ يعني لما تروح في بلد زي الرشيد فيها نخل بلحيان، والبلحة بيحيط بها قشرة كده حفظاها من الآفات والحشرات. عندي نضجة وعندي ما تنضج يقطفها صاحبها ويستفاد بها الناس والأنعام، وإن سابها تنفك عنها القشرة تبقى أصبحت عرضة للآفات والحشرات، إن كلت منها تضر. ادي معنى الفسق. طب فسق الناس دي قال وليخزي الفاسقين. فسقهم متمثل في ايه؟ متمثل في انهم لما النبي بيطلب منهم انهم يتوصوا ويساعدوه في الدية قالوا نعم يا ابا القاسم، وفي نفس الوقت ندبوا عمرو بن جحاش يرمي على النبي الحجر يريحنا ونستريح منه، وهذا عين الفسق. طيب قالت بنو النضير يا محمد انت عاوز مننا ايه؟ قال تخرجوا من الارض. قالوا الى اي ارض؟ قال الى ازراعات اعالي الشام وهي ارض المحشر والمنشر. قالوا طب احنا هنشيلوا المتاع بتاعنا على ايه؟ قال على البعيد، واشترط عليهم انهم هيمشوا مره واحده كده مش هيبقالهمش رده تاني. جابوا البعير وقعدوا يقسموه، لقوا كل بعير هيشيل متاع 3 بيوت. هل البعير ده هنا يشيل متاع 3 بيوت؟ لا. القرآن فبدأوا ياخدوا الحاجات اللي هي ذات قيمة ويخربوا الحاجات التانية بيديهم كده. القرآن قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خرجت بني النضير، فيه آية بتقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يبقى الجلاء مذكور في القرآن، وهي آية في التوراة قرأتها أحبار اليهود، استنبطوا منها إن هيحصل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، الكلام اللي قلناه كلته. يا سبحان الله، يعني كان شوف لما يبقى الكلام ده كلته قرأته أحبار اليهود قبل ما يحدث ويجي الواقع يصدق الكلام ده. اي. يبقى الكلام ده معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة كبيرة جدا. معجزة كبيرة جدا. قال كعب بن مالك في قصيدته لقد لقد زبت لقد إيه؟
ايوه، واحده واحده كده حاج صلاح كده هيجيبها ان شاء الله. لقد خرجت. انت ما تعرفش تعملها؟ لا عادي كده، بسم الله الرحمن خلاص الرحيم. نختبر. نكتفي بهذا القدر مع الحاج صلاح. بسم الله ما شاء الله، والله فادنا جدا وفعلا لقد هو درس. سيب. ايوه. لقد خزيت بغدرتها الحبور، ايوه. كذلك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، ايوه. وقد أتوا معنا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير. الله ينور وصلى الله عليك. على سيدنا على أفضل محمد الصلاة وعلى آله والسلام. وصحبه اللي وسلم. يا عجبه حاج الفيديو يدوس صلاح، لايك، واللي عايز مشاهدات يتفرج على أسيل واسمة. جزاكم الله كل خير يا جماعة. وبسم الله ما شاء الله يا جماعة، الحاج صلاح ربنا يزيده يا رب، وربنا يخليه لينا كده يا رب ويبارك فيه. ودعواتكم للحاج صلاح بالأمانة عليكم، وشجعوا الحاج صلاح بلايك، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.